السلام عليكم. مفيش اكله بتحلى من غير المخلل، وخصوصا لو كان بالدقه ومشطشط زي مخلل البدنجان. فالنهارده انا هعمله بطريقه بسيطه علشان نقدر نقدمه مع اي اكله نعملوها، ومفيش اسهل ولا احلى من الطريقه دي. يلا بينا نبدا. بس الاول لو اول مره تشوفوني انا ايمي الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هجيب البدنجان الرفيع ده، ما ينفعش يتعمل بالبدنجان الرومي. البدنجان الرومي ده ليه وصفه تانية بالدقه هعملها لكم ان شاء الله، بتبقى برده طعمها حكايه وبتتاكل برده في نفس اليوم. هجيب اي كميه بدنجان وبشيل القمع اللي فوق دوت بايدي، مش بقطعها بالسكينه عشان لما يستوي ما يتهريش. وبعدين بجيب ميه بارده خالص عاديه من الحنفيه وبحط فيها البدنجان، وتكون كميه الميه كتير نقدر نغطس فيها البدنجان لتحت. ممكن تحطوا مع الميه حته بنجر وهو بيتسلق علشان يدي لون لو حابين، لو مش عايزين او ما عندكوش مفيش مشكله. انا ساعات بعمله كده لما بيكون مش عندي بنجر. وبعدين بغطي الحله وبسيبها على النار لغايه لما بتغلي، ولازم كل شويه نتاكد اننا بنغطس البدنجان لتحت علشان يستوي كويس من غير ما يسود من جوه. وممكن تحطوا فوقيه طبق يكون بيستحمل الحراره علشان ينزله لتحت. اول بقى ما ميه البدنجان بتغلي بسيبها يدوب دقيقه واحده وبس من بعد ما بتغلي، وبعدين بطفي عليها على طول وبطلعه اصفيه من الميه علشان لو سيبناه في الميه كتير هيتهري. اسيبه بقى دلوقتي يستوي. وقت ما بيستوي انا هجهز الدقه بتاعته. هحتاج لفلفل. انا هستعمل 2 فلفل احمر رومي علشان عايزاه لونه احمر قوي، و2 فلفل اخضر، وتقريبا حوالي كده 4-5 فلفل احمر حراق شطه، و2 ليمونه، وحسبتين كزبره، وكميه كده محترمه من الثوم، تقريبا كده راس ثوم كامله، ومعلقتين كبار خل. هجيب بقى الكبه او الخلاط وبحط فيها الفلفل كله والليمون بقشره، بس بقطعها الاول، وعليهم الثوم والكزبره والخل. ما بحطش عليهم اي ميه خالص، بضربهم كويس قوي كده مع بعض. وبعدين بفضيهم في طبق وبحط عليهم التوابل ديت، معلقتين صغيرين من الحاجات دي كلها، ملح وكمون وكزبره ناشفه وبابريكا. وبقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس قوي. الدقه بقى ريحتها ولا يا ولا، والنور قطع وانا بصور. يلا مش مشكله، هنكمل بقى لما يجي. طبعا بما ان النور قطع وقت طويل فكان لازم اطلع البدنجان من الميه علشان ما يتهريش، بس انا هعمل نفسي ان انا لسه مطلعاه من الحله دلوقتي كده وكده. يعني اول ما بنطلعه بيبقى شكله كده دبلان شويه ومش ولا بد، بس عادي. لازم يكون البدنجان برد كويس قوي قبل ما نحط الخلطه بتاعته. نجيب بقى البدنجان ونرصه كده في صينيه بعيد عن بعض، وبعدين بنفتحه بالسكينه او بمعلقه كده بالراحه، وبنحشيه بالخلطه دي وندوق الخلطه علشان لو محتاجه ملح تاني نزود لغايه لما تبقى مظبوطه. نحشي بقى كتير قوي ما نستخسرش. كميه البدنجان دي تقريبا كانت والله اعلم حوالي كيلو. اما كميه الدقه اللي انا عملتها تكفي اكتر من كميه البدنجان اللي عندي، علشان انا بحب اشيل بقيتها في برطمان واحطها في الفريزر، بستعملها بقى على تتبيلات حاجات تانية، وكمان بحط منها على الطماطم علشان اعمل طماطم مخلله بتبقى طعمها ولا يولا. كده خلاص انا حشيته كله. نجيب بقى علبه ونرص فيها البدنجان، وبعدين ناخد شويه من الدقه اللي اتبقت دي وبحط عليها شويه ميه من بتاعه البدنجان المسلوقه ونقلبها مع بعض. ممكن كمان نزود على الميه دي شويه ملح تاني، بس ندوقها الاول علشان ما يطلعش حادق. بكب بقى الميه دي كلها على البدنجان. انا مكبتهاش في العلبه، انا كبتها في عيني. وغرق البدنجان كده، بغطي العلبه ودخلها التلاجة، بيقعد معانا لفتره طويله جدا من غير ما يبوظ. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا لي رايكم فيها. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.